حينما نذكر المواقف والبطولات نذكر الرجال، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أبناء قوتنا الأمنية سطروا بطولات شهدت لها أفواه البنادق وساحات القتال في مكافحة الإرهاب العالمي الذي تعشعش في البلاد. العميد الركن راغب العميري أمر لواء ديالى شرطة اتحادية، هذا القائد الفذ الذي شهدت له ساحات الوغى، مسطرا أروع المواقف والبطولات في قتال الداعشيين وتنظيمات القاعدة الإرهابية. آخر بطولاته تحرير ناحية سليمان بيق. العميري شغل آمر اللواء ديالى وحارب الإرهاب فيها، وطارد العناصر الإرهابية في كافة مناطق المحافظة. استهدفه الإرهاب أكثر من مرة، أصيب داخل سوق شعبي في قضاء بعقوبة، تعافى من إصاباته وعاد في مسيرته الجهادية مطاردا الإرهاب. هذا ما تلاحظه بأم عينك. جنودنا الأشاوس وشرطتنا الاتحادية موجودين في داخل المدينة في كل شارع وفي كل زقاق، وحاليا تتجول مع الوفد المرافق لك. وهذه الكتابات لا شيء، دعهم يكتبون ما يكتبون، ونحن من يسيطر على الأرض. رافقنا هذا الرجل في عدة واجبات أمنية، فالحرب ضد الإرهاب كانت عنده واجب مقدس، فكان في كل مكان يتواجد فيه الإرهاب فله بصمة كبيرة في ديالى مسقط رأسه، وفي الحويجة والأنبار، وآخرها ناحية سليمان بيق. وجه صفعات قاسية للقاعدة والإرهابيين من خلال ضباط ومنتسبي اللواء، فكان للدواعش هدفا فكادوا له المكيدة عبر سيارة الغدر المفخخ، فاستهدف مع عدد من ضباطه ومنتسبيه بشاحنة حمل مفخخة استهدفته في مقره في منطقة جانا التابعة لناحية سليمان بيق، وسقط مع ثلة من الأبطال مبرجين بدمائهم الزكية. نصحناهم سابقا وننصحهم اليوم، لا ينفعكم أن تلتفوا حول ثلة من التكفيريين، التفوا مع قيادتكم، التفوا مع الخيرين من شعبكم، التفوا حول حكومتكم الرشيدة، وعمروا بيوتكم وقراكم ومنازلكم. ناحية أبي صيدة جنوب بعقوبة مسقط رأس الشهيد المغدور استقبل وسط آهات الأحبة والأصدقاء. وكنت تنكذب شفت عيون ابو عبد الله هذا، وشيع وسط مدينته، وترك بصمة في محاربة الإرهاب والإرهابيين لن تمحى من تاريخ أبطال العراق. ياسر محمد، قناة آفاق، ديالى.